ماذا تصنعين إن ابتليت بزوج غير ملتزم دينيا؟ إن ابتليت بزوج فاسق، بزوج بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون في كثير من الأحيان، فقد تكون الفتاة مؤمنة طيبة فيخطبها شاب ظاهره الصلاح فترضى به لما ترى من ظاهره أو لقول الناس فيه وشهادتهم فيه، ولكنها تتفاجأ بأنه ليس كما قيل فيه، فماذا تفعل؟ الجواب نجده في هذه الحكاية. فالتفتوا يا إخوتي والتفتنا يا أخواتي. كان في أحد البلاد امرأة صالحة تقية قلبها قد تعلق بمنازل الآخرة، تقوم إذا جن الظلام، لا تدع صلاة الليل لا شتاء ولا صيفا. أنسها وسعادتها في قيام الليل وقراءة كتاب الله، وكانت لا تدع الصيام المستحب إلا قليلا. فتقدم إليها من يطلب يدها، قالوا لها إنه مؤمن متدين، فوافقت على الزواج منه. ومرت الشهور والأيام وتم تحديد موعد الزواج، وزفت العروس المؤمنة إلى عريسها مع أهازيج الأنس وزغاريد الفرح، الكل يردد بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير. دخل الزوج فإذا به يبهر، نور يشع من محيا زوجته، وضوء يتلألأ من فتاة أجمل من القمر، كساها الله جمال الطاعة ونضارة المحبة وبهاء الصدق والإخلاص. أمسك الزوج بيد زوجته، ركبا في السيارة ودخل المنزل، وكان الخجل يلف الفتاة المؤمنة والحياء يذيبها، ودخلت غرفتها التي لطالما رسمت لها كل أحلامها، كل سعادتها، كل أمنياتها، فمنها وبها ستكون الانطلاقة، فهي مأوى لها ولحبيبها، يصليان ويتهجدان معا. هنا سيكون مصلاها، وهي تفكر هنا ستكون صلاتي، هنا تكون تلاوتي لكتاب الله، هنا أبني أسرة ممهدة للإمام المهدي عليه السلام. ولكنها التفتت وإذا بها تجد أن غرفتها مليئة بالصور الفاضحة، بالصور الخالعة وصور المطربين. وشد انتباهها شيء ما، كأن سهما اخترق حناياها حين رأت ما في أحد زوايا الغرفة. ماذا رأت؟ هل رأت كتبا دينية كما قالوا؟ كلا، إنما رأت آلات الموسيقى، فاغتمت لذلك غما شديدا، ثم هتفت بحسرة: الحمد لله على كل حال، لا يعلم الغيب إلا الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم تلت بينها وبين نفسها: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحنت رأسها وقد اضطرب وجهها خجلا وحزنا كذلك، وقرأت قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وبعيدا عن العاطفة أخذ يحدثها عقلها قائلا: مهلا، ورويدك أيتها العروس، عليك بالصبر، عليك بالصبر والحكمة وحسن التبعل لهذا الزوج مهما فعل ومهما كان، فما يدريك، لعل هدايته تكون على يديك إذا صبرت معه وكنت له أحسن زوجة، وتنالين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
يقول الزوج واصفا لحالته: في تلك الليلة أحسست براحة ما أحسست بمثلها إلا في تلك الليلة. استغرقت في نومي، تنبهت فجأة، فتحت عيني فلم أجد زوجتي بجانبي، ونهضت أجر خطواتي وتشاركني العديد من الاستفهامات: أين فتاتي؟ أين زوجتي؟ في ليلة زفافها أين ذهبت؟ ربما غلبها الحياء وفضلت النوم في مكان آخر. هكذا خيل لي. الزوج يقول هكذا خيل لي، لعلها خجلت ولذلك ذهبت لتنام في مكان آخر. فتحت الباب، سكون مطلق، ظلام دامس يكسو المكان. مشيت على أطراف أصابعي خشية استيقاظها. فجأة ها هو وجهها يتلألأ في الظلام. أوقفني روعة جمالها، ليس بجمال الجسد والمظهر يا أخوتي، ليس بجمال الوجه يا أخواتي، إنه جمال التقى والقرب من الله سبحانه. إنها في مصلاها، عجبا منها، لا تترك القيام حتى في ليلة زفافها. فاقتربت منها، تطيل تلاوة كتاب الله وتتبعها بركوع ثم سجود طويل، واقفة بين يدي ربها، رافعة يديها تدعو ربها. يقول زوجها: إنه أجمل منظر رأيته في حياتي، إنها والله أجمل من صورتها بثياب زفافها، إنها أجمل من صورتها بثياب منامها، جمال أسر عيناي وقلبي، أحببتها حبا كاملا ملك علي كياني. لحظات رفعت رأسها من سجودها وعرفت زوجتي ما يدور في خلدي. احتضنت يداي بقوة، شعرت بدفء يجتاحني بعد أن بادلتني بنظرات محبة وهي متلفعة بجلبابها، ثم مسحت على رأسي بيديها الناعمتين وهي مبتسمة، فقالت لي: يا نور عيني، أحببت أن لا يشغلني حبيبي وزوجي عن حبيبي الأول وربي. فعجبت والله من هذا الكلام الذي لامس قلبي. فلما سمعت ذلك منها لم أستطع أن أرفع بصري خجلا وذلة مما أنا فيه من الغناء والمعاصي. يواصل زوجها قائلا: ومع أني بقيت على المعاصي ولم أتب، ولكنها كانت لي كأحسن زوجة، تعاملني بلطف وإحسان ورقة ومشاعر دافئة، تتفانى في خدمتي ورسم البسمة على شفتي، وكأنها تقول لي بلسان حالها: ها أنا أقدم لك ما أستطيعه، فما قدمت أنت لي. لم تتفوه ملاكي بكلمة واحدة على الرغم من معرفتها بانحرافي، وتستقبلني مرحبة بأجمل عبرات الشوق، وكأن الحبيب عائد من سفر سنوات وليس فراق ساعات. كلما جئت إلى المنزل استقبلتني بقدح الماء قائلة: اشرب يا نور عيني. أسرتني بحلاوة وطيب كلماتها وهدوء وحسن أخلاقها وتعاملها الطيب وحسن عشرتها. أحببتها حبا ملك علي كياني وقلبي. وفي إحدى الليالي عدت في ساعة متأخرة من الليل من إحدى سهرات العابثة في الغناء والملاهي والرقص ومعصية الله، فوجدت زوجتي المؤمنة تتلو كتاب الله بصوت جميل، فجلست خلفها متخفيا أستمع إلى جمال صوتها. فلما فرغت من القرآن تناولت مفاتيح الجنان وصارت تدعو، ولكنها تذكر اسمي بعد كل مقطع من دعائها وتسأل الله أن يهديني. فقلت: يا إلهي، قد خصتني بالدعاء قبل نفسها، ودعت لي ولم تدع لنفسها في هذا الليل، ورفعت حاجتي قبل حاجتها. فتبسمت ثم بكيت ولمحت في عينيها بريقا، دققت النظر إليها فإذا هي الدموع تنحدر على وجنتيها كحبات لؤلؤ انفلتت من عقدها.
فخنقتني العبرة. فشتان بين نفس تغالب النوم وتجاهدها لإرضاء الواحد القهار، وبين نفس تغالب النوم وتجاهده لمعصية الخالق العلام، مع الفيسبوك مثلا والكلام مع الفتيات، أو الفتاة تكلم الشباب. شتان بين فتاة تدعو الله سبحانه وتعالى وتسهر في خدمة ربها، وبين فتاة تتيه في الغرام والمعاصي والموبقات. شتان بين قلوب تخفق بحب الرحمن وتتلذذ بلقائه والوقوف بين يديه وسماع كتاب الله، وبين قلوب تخفق بحب المنكرات وتتلذذ بسماع الغناء. يقول الزوج في تلك اللحظة: لم أملك إلا دمعة سقطت من عيني، أحنيت رأسي بين ركبتي وسجدت لربي أجمع دمعاتي الملتهبة، وكأنها غسلت جميع خطاياي. نعم، ترقرقت عيناي بالدموع لأول مرة في حياتي، بعد أن كانت تشكو الجفاف والإعراض عن الله تعالى. لا أدري هل أبكي حزنا وتأثرا على حال المشين وبعدي عن الله، أم لحالها حيث ابتلاها الله بأمثالي، أم أني أبكي فرحا بحالي في هذا الموقف الذي إذا دل على شيء فإنما يدل على صلاحها والخير المؤصل في أعماقها. وصدق من قال: جعل الإسلام الزوجة الصالحة للرجل أفضل ثروة يكتنزها من دنياه بعد الإيمان بالله وتقواه. يقول زوجها: نعم، بعد لحظات يسيرة نادى المنادي في جنبات بيوت الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقلت لها: زوجتي علمين الصلاة، فإني ما صليت يوما لربي. فصليت معها صلاة الفجر. ظهرت تباشير الصباح وأشرقت الشمس شيئا فشيئا، فكان هذا الموقف بداية الانطلاقة، وعاد الزوج إلى رشده وصوابه، واستغفر الله ورجع إليه تائبا منيبا بفضل الله، ثم بفضل هذه الزوجة الصالحة التي دعته إلى التوبة والصلاح بفعلها لا بقولها فقط، وبحسن تبعلها له لا بمعصيته والجرأة عليه، حتى امتلكت قلبه وأخذت بلبه بجميل خلقها ولطف تعاملها. عندها ندم زوجها وشعر بالتقصير تجاه خالقه أولا، ثم تجاه زوجته التي لم تحرمه من عطفها وحنانها لحظة واحدة. فهنيئا لها ولأمثالها من الفتيات الطيبات، وهنيئا لمن تزوج امرأة صالحة، فإن المرأة الصالحة الطيبة تفتح أبواب خير الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى.